ابطال ثانويه عامه، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الفيزياء، ازاي تراجعها وتحل عليها كويس قوي، وازاي تراجع كل فصل وايه اهم البوينتس اللي فيه. فتابع معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدا ما تنساش تضغط لايك وسبسكرايب وتفعل النوتيفيكيشن، علشان ان شاء الله الفتره الجايه هقول لكم على نصايح كتير هتفيدكم باذن الله في الفتره دي. اول حاجه، علشان تعرف تذاكر فيزياء وتراجعها كويس قوي لازم تعرف اهميه كل فصل فيها كويس. اول حاجه الفصل الاول عليه 8 درجات في الامتحان. ال8 درجات دول هتشد عليهم في ايه او ايه اللي هتركز فيه في الفصل الاول؟ اول حاجه قانون كيرشوف. طبعا قانون كيرشوف مهم جدا 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 ان انت تركز عليه وتحل عليه كتير، مش بس للفصل الاول، لا هو بيدخل في كتير جدا من الفصول اللي بعد كده، ويقدر يحل لك كتير من المسائل برضو في الفصول اللي بعده. تمام، ده كان كيرشوف. طيب ايه تاني تقدر تركز عليه؟ فكره فتح وغلق المفتاح اللي موجوده في اخر الباب الاول او في اخر الفصل الاول. ليه؟ الجزء ده بيجي عليه تريكات كتير وتكات كتير في الامتحان، فحاول ان تركز فيه، لان اللي بيحط الامتحان مثلا لو حب ان هو يلعب في الفصل الاول هيلعب معاك في حته فتح وغلق المفتاح، فركزوا عليه كويس قوي وحلوا عليه اكتر من فكره. نيجي بعد كده للفصل التاني. الفصل التاني عليه في الامتحان 12 درجة. طب ايه الحاجات المهمة اللي تركز عليها في الفصل التاني؟ اول حاجة القواعد، زي قاعدة فليمنج اليد اليمنى، قاعدة فليمنج اليد اليسرى، وامبير لليد اليمنى وامبير اليد اليسرى. الحاجات دي او القواعد دي مهمة جدا جدا جدا، انك تعرف تفرق امتى استخدم دي وامتى استخدم دي، وتعرف تحل اكتر من فكرة عليهم، لان كلمة واحدة في السؤال هي اللي بتصنع فكرة السؤال. يعني مثلا ممكن كلمة تفرق لك بين دي قاعدة امبير اصلا ولا قاعدة فليمنج، فركز قوي ان انت تعرف تفرق بينهم وحل افكار كتير برضو عليهم. طيب ايه تاني تركز عليه في الفصل التاني؟ عندك الفرق بين القوة وعزم الازدواج، حاول ان انت تركز قوي ايه الفروقات اللي بينهم. طيب ايه تاني؟ اجهزة الجلفانوميتر، الاميتر والاوميتر والفولتاميتر، كل دول حاولوا ان انتوا تركزوا عليهم قوي وتعرفوا فكرة عمل كل جهاز، لان دي بتفرق قوي في الاسئلة. نيجي بقى للفصل الثالث. الفصل الثالث هو فصل الدينامو، وفصل مهم جدا جدا جدا، عليه 14 درجة. 14 درجة هو يعتبر اكتر فصل عليه درجات وبعده الحديثة. تمام، المهم الفصل الثالث ايه اللي تركزوا عليه فيه؟ هتركزوا طبعا على الدينامو، هو اصلا فصل الدينامو اهم كل حاجة عنه. هتركزوا على امتى يعني جهاز الدينامو ده انا بحوله او بيحصل فيه تغييرات فبيتحول كذا جهاز بعد كده، تعرفوا تركيب الجهاز ده ايه اللي بيفرقهم عن الدينامو، ايه الوظيفة اللي فيهم مش موجودة في ده، وهكذا. الحاجات دي تركزوا عليها كويس قوي لان هي بتركز عليها كويس في الامتحان. بعد كده الفصل الرابع عليه 9 درجات، ومن اهم الحاجات اللي تركزوا عليها فيه هو دايرة الرنين. دائرة الرنين بيجي عليها تريكات كتير جدا، ولو حب يلعب في الفصل ده بيركز عليها. طيب بعد كده الفصل بداية من الخامس للثامن هو الفيزياء الحديثة. الفيزياء الحديثة كلها كباكج كده ركزوا عليها كويس قوي، لان هي اصلا مش كتير في الامتحان ومعلهاش درجات كتير، ودرجاتها مضمونة كمان في الامتحان، فحاولوا ان انتوا تضمنوا كل درجاتها، وانا هحط لكم تجميعة الدرجات برضو هنا. حاولوا ان انتوا تستفادوا منها كويس قوي، ان انتوا تعرفوا اهمية كل فصل عن التاني ايه. طيب ازاي بقى هتنظم مذاكرة الفيزياء؟ هتعمل ايه؟ اول حاجة، انت طول السنة بتذاكر مصدر معين، سواء مذكرة سواء كتاب الامتحان سواء اي كتاب بتذاكر منه، المهم ان انت هتراجع منه تاني. يعني انت مثلا الكتاب اللي انت بتذاكر منه هتكون حاطط كل البوينت اللي انت او المدرسين قالوها، كل الحاجات اللي انت عايز تاخد بالك منها، كل الحاجات دي هتذاكرها من نفس الكتاب او نفس المصدر اللي انت كنت بتذاكر منه طول السنة. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ هتبدأ ان انت تسمع فيديوز ملخصة لكل فصل. يعني انت مثلا هتبدأ بالفصل الاول النهاردة، هتذاكره كويس المذكرة اللي انت كنت بتذاكر منها، بعد كده هتسمع ملخص ليه يكون كويس ولامم كل افكار الفصل وبيقولك ايه اهم التركات اللي فيه. تمام. طيب هتسمع منين؟ عندك دكتور كارلوس كان مجمع كل فصل في فيديو مبسط، هو بيكون طويل شوية، يعني حوالي 9 ساعات 8 ساعات او كده. هحط لكم برضو الفيديوز بتاعت كل فصل في الديسكريبشن بوكس، اتمنى ان انتوا تشوفوهم وتستفادوا منهم. المهم ان هو بيجمع كل الافكار، بيجمع كل القوانين، فعلا بيخليك طالع عارف. لو انت جيت تحل هتلاقي ان انت بتحل بسهولة قوي، بيسهل قوي عليك الافكار وبيقولها بطريقة مبسطة جدا. كده انت اول حاجة رجعت من المذكرة وسمعت ملخص، بعد كده هتعمل ايه؟ هتكتب القوانين او هتراجع كل قوانين الفصل. هتراجعها منين؟ في كتب بتبقى مجمعة القوانين كلها على بعضها كده، حاول ان انت تراجع القوانين دي قبل ما تبدأ في ايه بعد كده الحل. طيب
مش عارف اي ملخص، انا كان في ملخص كنت بذاكر منه القوانين دي بعد كل فصل. الملخص ده حلو جدا، كل القوانين اللي موجودة فيه سواء بقى قانون اساسي ولا قانون مستخرج من القانون الاساسي، كل حاجة فعلا هتلاقيها فيه. ان شاء الله هحطها لكم في جروب التليجرام في الديسكريبشن بوكس. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ بعد كده هتبدأ ان انت تحل. ايه الكتب اللي انت هتحل منها؟ في فيديو اهم الكتب قلت لكم ان كتاب الامتحان مهم جدا في الفيزياء، وفي افكار كويسة قوي قوي، وهي اقرب افكار فعلا للامتحان. طيب حليت كتاب الامتحان، ايه ممكن تحله غير كتاب الامتحان؟ ممكن تحل كتاب نيوتن. طيب كتاب نيوتن كان فيه افكار حلوة جدا، في افكار اعلى شوية من كتاب الامتحان، بس هو الامتحان كان جاي لنا السنة اللي فاتت في نفس مستوى كده كتاب الامتحان. طيب انا لما حبيت اعلي في الاواخر كده، بس بعد ما خلصت مراجعة خالص، حبيت اعلي مستوى الاسئلة عندي في الفيزياء، بدأت ان انا احل كتاب وسام. كتاب وسام كان فيه افكار كتير قوي عليا، او تقريبا اغلب الافكار بتاعته حاجات مستويات عليا، بتبقى عايز ان انت مذاكر كويس قوي، حالل كتير، عارف كل الافكار اللي عدت عليك وعارفها كويس قوي ومستفاد منها كمان. يبقى كده كتاب الامتحان كتاب نيوتن، كتاب لوسام لو انت عايز تعلي الافكار عندك قوي، او لو انت مخلص كل حاجة وخلاص عايز تحل كتاب تاني. تمام. طيب ايه بقى اهم النصايح اللي تعملها او اللي انا عملتها وفادتني جدا في الفترة دي؟ وانت بتحل الفيزياء طبعا هيقف معاك اسئله، الاسئله اللي هتقف معاك دي حتى لو طلعت اجابتها صح علم عليها. يعني وانت بتحل حسيت ان السؤال ده فكرته تايهه عنك، حسيت ان انت متلخبط فيه، هتعمل ايه؟ هتعمل هايلايت عليه او تعمل اكس كده عليه ان انت ايه هترجع له تاني. في حاجات بقى بعد ما هتشوف الاجابات بتاعتها هتلاقي ان هي غلط، برضو الحاجات دي هتعلم عليها. طب ايه هعمل ايه؟ هتسمع بقى بعد كده حل للاسئله دي عن طريق السيرش على اليوتيوب. برضو انا شرحت لكم ميس اماني منصور، كان شرحها مبسط جدا وسهل جدا، وبتخليك تفكر في المعلومه ازاي، او بتعرفك ازاي تفكر في المعلومه وازاي تحل عليها كويس قوي، سواء بقى جالك السؤال ده سواء جالك سؤال شبهه مدخل افكار في بعض، المهم انها هتفيدك جدا. برضو هحط لكم لينك القناه بتاعها في الديسكريبشن بوكس، او هطلعه هنا على الاي. طبعا نصيحه كلنا عارفينها ان الفيزياء عباره عن قوانين، عباره عن نظري. ذاكروا النظري بتاع الفيزياء كويس قوي، مش مجرد ان انت تفهمه كده وخلاص، لا ذاكره، احفظ القوانين بتاعتها كويس قوي وراجع عليها كويس، لان بجد انت لو عملت كده اصلا مش هقولك ان انت هتجيب درجه كويسه في الفيزياء، لا انت هتجيب فعلا ال60 من 60 بتوع الفيزياء هيبقوا مضمونين قوي بالنسبه لك. حاول ان انت تمشي فصل فصل، ما تفضلش فصل عن التاني، انت بس اعرف ايه الحاجات المهمه في كل فصل، بلاش ان انت تركز على حاجه وتسيب حاجه، لان محدش يعرف الامتحان جاي فيه ايه. حاول ان انت ما تتوترش، انا عارفه الفيزياء بتقلقكم بتوتركم، بلاش ان انت تعمل كده، سيب كل حاجة، اعمل بس فيها اللي عليك، ذاكر كويس، احفظ قوانين، راجع عليها كويس، حل امتحانات، الحل 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 هو اللي بيجيب كل الافكار، هو اللي بيجمع لك كل حاجة، فاهتم جدا بالحل وما تقلقوش، ان شاء الله الفيزياء هتيجي سهلة. بس كده ده كان فيديو الفيزياء، اتمنى ان شاء الله ان هو يكون فاتكم، حاولوا بس ان انتوا تستفادوا من كل النصايح اللي فيه وتعملوا بيها، وربنا يوفقكم جميعا يا رب، وما تقلقوش ان شاء الله خير، وان شاء الله ربنا يحقق لكم احلامكم ويجبر بخاطركم باذن الله.